مساء الخير. الفيديو ده ريفيو عن أجهزة عندي في المطبخ، البلت ان والشفاط الهرمي. لو انتي عروسة لسه هتشتريهم او بتجددي مطبخك لازم تشوفي الفيديو ده للآخر عشان ما تغلطيش غلطتي وتتخدعي في أسماء الشركات الكبيرة. هقولك المميزات اللي فيهم والعيوب اللي أنا لقيتها كمان عشان تخلي بالك وانتي بتشتري ما تجيبيش شفاط هرمي أو بلت ان فيهم العيوب دي. فحبيت أوريكم تجربتي وبجد ندمت إن أنا جبتهم. أول جهاز هكلمكم عنه البلت ان المسطح. اول ما فكرت اشتري بلت ان اتقال لي ريستون. طبعا شركه ريستون شركه ايطالي، المفروض انها اعلى حاجه في البلت ان وفي غسالات الاطباق. هقول لكم الاول المميزات والحاجات اللي عجبتني فيه. طبعا اول حاجه في البلت ان شكله حلو، ما بياخدش مساحه زي البوتاجاز العادي. بيبقى المفروض ان هو تنظيفه سهل عشان ملوش ظهر وجناب وكده، المفروض يعني. انا جبت واحد صغير، 4 بس، 4 شعلة عشان المساحة عندي مش كبيرة. اول ميزة فيه الامان، يعني لو الطفل فتح المفتاح كده مش هيطلع غاز ولا هيشتغل. عشان يشتغل وتولعي الشعلة لازم تفضلي ضغط على المفتاح 15 ثانية، غير كده هيفصل تاني لوحده ويقفل، وده امان لو عندك اطفال. لو حط حاجة على البوتاجاز مثلا وفارط هتلاقيه هيفصل لوحده. اسمعي صوت التكة، سمعت التكة؟ فصل لوحده. دي الميزة اللي لغاية دلوقتي لقيتها فيه، والحمد لله. الحمد لله ان في ميزة يعني. النار بتاعته برضو كويسة، يعني النار بتاعته معقولة. المفروض اريستون بسعره اللي احنا عارفين ان هو غالي جدا المفروض يبقى بأعلى خامات، بأعلى تقفيل، بأعلى فينش، كل حاجة فيه المفروض كويسة، لأن هو من الشركات التوب يعني، معروفة جدا ومستورد وغالي. المهم قعدت فترة كبيرة مفيش الا عندي الا شعلتين بس دول اللي شغالين، والاتنين دول فصلوا يعتبروا من اول سنة. دي كانت نص الشعلة عالي جدا والنص التاني واطي، وبعد كده فصلت خالص. يعني بعت الشركة جبتهم غيروا لها الاشعال بتاعها، ودي برضو ما كانتش بتطلع نار، كانوا فاصلين لوحدهم. بس بصراحة يعني انتوا دايما بتقولوا ريستون خدمة ما بعد البيع سيئة، وخصوصا بيتك وريستون وكده. هما بصراحة جولي بس ما فيش يعني، ما ادونيش حلول، يعني ما ادونيش حلول في العيوب اللي انا شفتها فيه، لان هي عيوب في التصنيع اصلا، يعني هي عيوب في المنتج نفسه، في الخامات نفسها. يعني مثلا اول حاجة الستانلس ده، شايفين ده التنقيط ده والتنقير اللي فيه ده فيه كده، ده من اول شهر استعمال وهو كده، مع اني مش بغسله بسلك ومش بعمل اي حاجه. هو استانلس ضعيف جدا، بينقر، بيعمل نقط زي الصدى كده. انا عمري ما شفت ده حتى في البوتاجازات القديمه كنا بنغسلها بتطلع زي الفل. يعني انا عشان اوصل للمستوى ده ان هو يبقى شكله معقول وفيه لمعه، انا مستخدمه ده ملمع الاستانلس، وساعات بلمعه بزيت جونسون عشان يبقى شكله مقبول شويه. لكن في الاول والاخر ده مش خامه، انتوا شايفين معايا، دي مش خامه استانلس نظيف. شايفين عامل ازاي؟ بيتجرح من اقل حاجه، بيعمل تنقير كده منقر. يعني شايفين الحاجات دي منقر كده وفي نقط داخله جوه، مش عارفه دي ملهاش حل. يعني انا ما بحط صابعي عليها هي داخله جوه الاستانلس زي ما يكون الاستانلس بيتاكل. تمام، دي اول نقطه. الاستانلس بتاعها سيء جدا، حتى اقل من البوتاجازات القديمه اللي احنا كنا بنستخدمها. تمام. تاني حاجه، لو حطيتي حله كبيره شويه بلاقي الاستانلس نفسه لونه بيغير ويعمل اصفر كده، لون جوه الاستانلس نفسه بيتغير. يعني الشعله دي كان عمل هنا ده عشان حطيت عليه حله كبيره لون اصفر كده ما بيطلعش من الاستانلس. عملت كل الحيل عشان اعرف اطلعها. تاني حاجه، شايفه المنظر؟ شايفه منظر الشعل ده؟ ما بيطلعش باور باي حاجه في الحياه، ما بيطلعش. شايفه المنظر ده؟ اي بقعه بتنزل عليه عملت كل حاجه. اللي يعرف يقول لي ايه الحل فيها؟ كربونات وملح ليمون وخل، ونقعتهم وغليتهم وعملت كل حاجه.
ما بيطلعش، دي حاجات ما بتطلعش، دي لازقه لونها كده بقى خلاص، يعني ما هيش حاجه بارزه، لا هي لونها كده، لونها بقى كده. شايفين دول بلاستيك، دول بلاستيك بيتخربشوا برضو من اقل حاجه، مش يعني اللون ده انا ما غسلتوش بسلكه، انا بغسله بالليفه اللي هي الاسفنج. تمام، ده من مطرح الصوابع بس اتنحل، هي دي اصلا بلاستيك ما هماش معدن. كل ده كوم. والكارثه اللي انا هوريها لكم دلوقتي كوم تاني، اللي انا اصلا خلاص تعبت نفسيا منهم وما عدتش اصلا بحب حتى اغسلهم. نفس المنظر بتاع دي البقع اللي بيجي فيها ما بتطلعش. باور، سترس، كل حاجه استخدمتها في الحوامل دي خلاص، ما لدرجه ان انا زهقت ما عدتش عايزه انضفهم اصلا. يعني انا اخر دلوقتي بعملهم بالسلك عادي والبريل، وما عدتش عايزه انضفهم اصلا لان انا تعبت منهم نفسيا. اكبر عيب بقى في البوتاجاز ده، غير النظافه اللي انا قلت لكم عليها، وان الحوامل ما عدتش بعرف انضفها، وان الستانلس ضعيف جدا وخامته رديئه وبينقل، اسوأ عيب الاكس ده اللي فوق الشعر. شوفوا معايا الحله بتعمل ايه، الحله بترقص. شوفي، انا جبت لكم طاسه لسه جديده عشان محدش يقول ان المشكله في الحله. اقلب الحاجه تلاقيها بتلق، طول ما انا بقلب الحاجه قاعده تلق معايا، بترقص. دي اسوأ حاجه طبعا لقيتها في البوتاجاز ده. بس انا يعني انا مش عارفه ايه الحل، مش عارفه ايه الحل. وكلمت الشركه كذا مره، بيجوا كذا مره وبيمشوا، ما فيش حاجه بتتعمل. يعني هم كل اللي عملوه لي اما الشعله وقفت غيروا لي هنا الاشعال، ودي ما اعرفش عملوا فيها ايه، اشتغلوا. فمش عارفه ايه الحل، مع ان دي المفروض اعلى شركه. لو حد فيكم جرب بوتاجاز احسن من كده بلت ان وما فيهوش المشاكل اللي انا وريتها لكم دي، يا ريت يكتب لي في الكومنتات، لان بجد انا زهقت منه. يعني انا ربنا يعني يرزقنا خيره ويكفينا شره لغايه اما اقدر اغيره، ربنا يرزق كده واقدر اغيره ان شاء الله. نيجي بقى للجهاز اللي بعده، الشفاط الهرمي. ده شكله. الشفاط اللي عندي ماركة ايكوماتيك، صناعة تركي، برضو معروف في الشفاطات كتير قوي بتباع الماركة دي، اسمها ايكوماتيك. ده شكله اشتغل فلاتر، وممكن برضو جاي بمدخنة كده، المفروض لو انا عايزة اعمل لها مدخنة تطلع من فوق كده تخرج لبره، وده كان افضل كتير بصراحة. نصيحة يا جماعة، اوعي تجيبي الشفاط اللي اشتغل على فلاتر بس، جيبي الشفاط اللي ليه مدخنة واعملي الوصلة بتاعته تخرج بره، عشان كل الدخان وكل الابخرة وكل الدهون تطلع بره، ما تفضلش موجودة جوه الفلاتر وجوه الشفاط من جوه. الشفاط ده من يوم ما جبته مفيش شفط نهائي، لا بيشفط دهون ولا بيشفط روايح ولا بيعمل حاجة اصلا. كل حاجة حوالين البوتاجاز والحيطة اللي حوالين البوتاجاز كانت بتبقى مليانة كلها دهون، كأنه مش موجود، كأني مش مشغله شفاط. سيء جدا ولا ليه لازمه، ولا ليه لازمه، ولا ليه، هي فلوس اتدفعت واترمت في الارض. تمام، ده اول عيب. تاني عيب صوته مزعج جدا، صوته عالي قوي قوي، واقفه في مصنع كأني دي صوت عربيه نقل كبيره. الشركه هي اللي مركباه. تمام، بيكهرب كل مره اجي اغسل الفلاتر او المسه حتى بيكهربني. فمن كتر ما زهقت وكلمت الشركه كذا مره محدش بيتواصل، بيقولوا مفيش فرع للشركه في المحافظه اللي انا فيها. فاخر ما زهقت جبت كهربائي فصل الكهرباء عنه خالص. يعني انا لو في كهرباء كنت شغلته لكم وضغطت على الزراير دي وسمعتكم الصوت وعامل ازاي. هو لا بشفط، يعني حتى لو حطيتي منديل ولا حطيتي حاجه من تحت عشان تحسي ان هو بشفط هوا ولا لا، ولا اي حاجه، ولا بشفط حتى المنديل، ما تحسيش ان فيه هوا اصلا. ما عدتش بستخدمه، هو مجرد منظر محطوط. انا بالنسبه لي ده بصراحه جهاز اسوأ جهاز عندي، هو ملوش لازمه من يوم ما جه، ما انصحش اي حد بيه.